السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الغزالات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا دائما في اتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم طريقتي في احضار حلوة التمر اللي كتجي اكثر من هائلة، وضروري كنبغيوها تكون من ضمن حلويات العيد. وبهذه الطريقة هذه ما غاديش تبقى تخطاك، طريقة جد سهلة وناجحة 100%. من اليوم ما غاديش تبقى تخطاك، فتابعي معايا المراحل ديال طريقة التحضير وفرجة ممتعة. وبسم الله على بركة الله. عندي 500 غرام من الزبدة اي نوعية بغيتوها. تقدر تكون ديال العلبة ديال العبار ماشي مشكل. وعندي نصف كاس من السكر كلاصي ورشة ملح. بالنسبه للسكر كلاصي من الاحسن ما تكتروش، على حسب فاش كطيب كنديروا لها السكر كلاصي، وبهذا كتكون اصلا حلوه. وملي غادي تكتروا السكر غادي تجيكم غالبه في الحلاوه، فمن الاحسن ضيفوا نصف كاس فقط ويكون كلاصي. ولا ما عندكمش سكر كلاصي في الدار ممكن سكر سنيده وطحنوه مزيان وديك الساعه تقدروا تخدموا به. المهم غادي نخدموا هاد المكونات، الزبده مع السكر حتى يولي بحال البومات. وغادي نزيد نصف كاس من زيت المائده، حتى هي غادي نخدمها مزيان. بهذه الطريقه هذه غادي نحاول ندخل المكونات مع بعضياتهم، غادي نخدمها مزيان حتى تولي على شكل كريمي. وغادي نزيد 4 كاس ديال الزهر، ديال الماء الزهر، غادي نفرغه كامل. وغادي نحاول ندخلو في هاد المكونات الزبده والزيت والسكر. وبطبيعه الحال غادي نلقاو شويه الصعوبه، ما غاديش يبغي يدخل لنا مع الزبده، ولهذا غادي نستعن بالدقيق. غادي ندير في واحد المغرفه ديال الدقيق وغادي نحاول نخدمها مزيان حتى تولي كريميه. وديك الساعه غادي نكمل باقي المكونات. ضروري ما كنضيفوا الدقيق في هذه الحاله، لان صعيب شويه باش يتخدم معنا الماء الزهر مع الزبده، لان ما كيبغيوش ينسجموا مع بعضياتهم. فلهذا كنضيفوا شويه ديال الدقيق باش كنعاونوا راسنا كنخدموا ديك الزبده مزيان مع المكونات حتى كتولي لنا كريميه بهذه الطريقه هذه اولا بهذا الشكل هذا. من بعد فاش غادي نخدمها مزيان غادي نزيد الدقيق، وغادي نضيف نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيميائيه، نصف ملعقه صغيره فقط. وتقدري تستغني عليها، يعني تقدري ما ديريهاش، راه غادي تجيك هشيشه بزاف. ديك النصف الملعقه كتخلي لها شويه ديك القرمشه ديالها، يعني ما كتخليهاش تجي هشيشه بزاف. ولكن الا بغيتيها تجيك كما كنقولوا دايبه بزاف، كتفرتت بزاف هشيشه بلا ما تضيفي الخماره الكيميائيه، يعني الدور ديالها ما عنده حتى شي دور في هذه الحلوه هذه، من غير الا بغيتي ديريه باش كتجي شويه شاده في راسها. ومن بعد غادي نكمل الدقيق وغادي نعجنو كامل، يعني ماشي غادي نعجنو، غادي غير نجمعو باطراف الاصابع ديالي حتى كينسجم الكل مع بعضياتهم. انا ما عبرتش شحال خدا ليا ديال الدقيق، ولكن كنبقى نضيف الدقيق حتى كيتجمع ليا العجين بحال اي حلوه، يعني ما تجينيش قاصحه بزاف وما تجينيش خفيفه بزاف، تكون كتلتصق باليدين بطبيعه الحال. غادي نخدموا المكونات بهذا الشكل هذا، وكل ما احتاج الدقيق كل ما كنزيدو. ما كتحتاجش هي يدليك، يعني كنجمعوها فقط. وزدت هنايا عاوتاني مغرفه ديال الدقيق واحد اخر. غالبا غتكون خدات ليا كيلو ديال الدقيق، يعني ما غاديش تاخذ لي اكثر، ولكن فمن الاحسن غتبقاي تضيفي الدقيق حتى كتحصلي على عجين تكون مرطبه، ما هي قاصحه بزاف. يعني هي هذيك بهذا القوام هذا اللي غادي يبان لك دابا. انا راه كنحاول نجمعها فقط. كندخل فيها هذاك الدقيق اللي باقي، وكيبقى هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، ما كتلتصقش في اليدين، وفي نفس الوقت ما كتكونش قاصحه بزاف كيف ما موضح في الصوره تماما. من بعد قبل ما نمشي نوجد العقده ديال التمر، ضروري غادي نغطيها باش ما تنشفش. غادي نغطيها بواحد السلوفان على ما نوجد العقده، وديك الساعات غادي نرجعوا باش نشكلوها ونخليوها ترتاح. بيد ما غادي نمشيو نوجدوا العقده ديال التمر. والتمر غادي نحتاج 500 غرام من التمر اللي هي نص كيلو. التمر انا خديته واجد، يعني ديجا مبخر، اللي كيتباع في المحلات واجد. وإلا ما عندكش تقدري تستغناي عليه وتضيفي التمر، تحيدي له النواه ديالو اللي هو العظم، وغتخليه يتبخر مزيان، يعني يتفور مزيان. وديك الساعات غطحنيه وتخدمي به بالشكل العادي. وكيف ما كتشوفوا راني ضفت ملعقه كبيره من القرفه
تكون مطحونه مزيان على شكل بودر، وجوج ملاعق كبيره من الزنجلان بلا ما يكون محمر، وإلا بغيتي تصهديه غير شويه صهديه ولكن ما يتحمرش، و3 ملاعق كبيره من اللوز يكون غير مهرمش، يعني يكون بحال الشكل ديال كونكاسي ما يكونش مطحون بزاف باش كتجينا ديك القرمشه ملي كنكونوا كناكلوها، وملعقه كبيره من الزبده، وملعقه صغيره من الماء الزهر. ما تكتروش على حسب باش ما تجيكمش ديك العجينه شويه ديال التمر شويه جاريه، يعني كتلتصق في اليدين بزاف. وغادي نخدموا المكونات بهذه الطريقه هذه، غندخلوا كل المكونات مع بعضياتها، غنعجنوها مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. ومن الاحسن التمر الا بغيتو تاخذوه واجد تاخذوا نوعيه جيده، يعني ما تاخذوش اي تمر، بعد واحد كيكون جاري بزاف، بعد واحد كيكون طالق الزيت ديالو بزاف، فمن الاحسن يكون نوعيه جيده. من بعد ما خدمناه كيف ما كتشوفوا غنقدر نهزو باليدين ديالي بلا ما يلتصق معايا. من بعد ما خدمته مزيان او علكته مزيان باش يدخلوا فيه باقي المكونات، غادي نشكلوا كريات صغيره على حسب الحجم اللي بغيتي نتيا وعلى حسب المرشم اللي عندك. انا غادي نديرهم غير صغار بهذا الشكل هذا، يعني غادي نديرهم صغارين على حسب القالب اللي عندي، وغادي نخدمهم حتى نحصل على كريات كلها متساويه مع بعضها. فاش غادي نكملهم كما كتشوفوا انا ضفتهم في اناء واحد، يعني طبسيل واحد، وكنكون غطيت طبقه بالسلوفان وكنعاود عليها عافيه التمر باش هكا ما كيجيوش ملتصقين مع بعضياتهم. صافي كندير طبقه فوق طبقه حتى كنكمل التمر. من بعد غادي نمشيو ونخدموا اولا نشكلوها بالطريقه اللي حنا بغينا. كيف ما كنقول لكم الطريقه اللي حنا بغينا والشكل اللي عندنا متوفر في الدار يمكننا نخدموا به، يعني لكم الاختيار. انا عندي هذا المرشم هذا حتى هو اللي كيكون متوفر في الاسواق، يعني على حسب البلايص. كاين البلاصه اللي كيدير فيها 30 درهم، كاين البلاصه اللي كيدير فيها 35 درهم. بالنسبه لي انا خديته ب 35 درهم. من بعد ما كورت شويه ديال العجين بيدي على حسب العبار اللي بغيت انا، ودخلت فيها العقده ديال التمر، غادي نشكلها بهذه الطريقه هذه، طريقه اللي هي سهله جدا. وغادي نحاول انني باش ما تعذبنيش وما تشدليش اليد، غادي نكور بزاف وغادي نخدمهم بهذه الطريقه هذه، كنكون وفرت عليا المجهود والتماره كما كنقولوا. غادي نحل العجينه بهذه الطريقه هذه وغادي نضيف فيها العقده في الوسط وغادي نسدها مزيان، وغادي نعاود نكورها وغادي ندير نفس الطريقه لباقي العجين، وديك الساعات عاد غادي نشكلها. وكيف ما قلت لكم تقدروا تشكلوها بالشكل اللي نتوما بغيتو. كاينه طريقه واحده اخرى اللي انا كنت مزروبه شويه في هذه الحلوه هذه، خدمتها في الساع وما درتش معكم الطريقه الثانيه اللي هي حربول. يعني كديري العجين وكديري حربول ديال العقده ديال التمر في الوسط ديالو، وكتبقاي ترولي هكذا تروليه حتى كتحصلي على الشكل اللي بغيتي، يعني غير يكون رقيق. حربول يكون رقيق، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش صغير بزاف، يكون يعني موين عادي. ديك الساعات كتبقاي تقطعيه وتشكليه الشكل اللي بغيتي. يعني كاين بزاف ديال الطرق، ومنهم هاد الطريقه هذه ديال المرشم اللي هي كتكون من الاسهل الطرق. يعني ملي كيكون عندك المرشم اولا كتاخذي، كاين بعض المراشم اللي كيكونوا رخاص، كاين واحد كيدير 10 دراهم، كاين واحد كيدير 5 دراهم. يعني المراشم راهم بكثره. اي نوعيه بغيتي ديري ديال المرشم، الزواقه عفوا اللي بغيتي ديري ديال المرشم راها متوفره وكتوفر عليك حتى ثمنه، يعني دغيا كديريه وكتخرج لك حتى الزواق ديالو كيخرج لك بريستيج وزوين وانيق، وكيعطيك النفس انك تشوفي فيه وتاكليه. وهذا هو الشكل ديال هذا الطابع اللي درت انا ديال الورده في الوسط. وغادي نكمل الكل وغادي نرجع. من بعد فاش كنشكلوهم بحال هكذا كنستفوهم في واحد صفيحه الفرن وكندخلوهم يطيبوا على درجه حراره 160 درجه لتحت والفوق. والا كان عندك الفران غازي غادي ديريهم الفوق وغتنقصي النار تكون ناقصه غير العينينه ديال البوطه، لانه كيبغي يطيب على خاطرو وكيبغي يطيب على عافيه مهيله، يعني ما تخليهش يتخطف حتى كيتحمر. ماشي كيتحمر يعني غير كيذهب من التحت ومن الفوق وكتخرجيه. هو راه ما كيحتاجش الطياب بزاف، يعني عينك ميزانك. وفاش غادي يطيب نخليه يبرد واحد شويه، من نديروش في السكر كلاصي هو سخون بزاف.
غادي نديرو في السكر كلاصي وغندوز واحد المسحه هكا بالصبع ديالي من الفوق باش ديك الوريضه كتبان، الزواقه ديالها كتبان مع السكر كلاصي. كيف ما كتشوفوا غادي نغطيو هذيك الزواقه بالسكر كلاصي وغادي نديرو واحد المسيحه هكذا بصبعنا باش ديك الزواقه كنبينوها، ما تنفضوش الحلوه، يعني ديك الحبه ما تنفضوهاش باش كيجيكم الشكل ديالها زوين. ديروا لها غير هاد الطريقه اللي كتشوفوني انا درت ليها، غادي نديروا لها هاد الطريقه هكا من الفوق، يعني غير كنمسحوها بالصبع ديالنا باش كتجي الورده ديالنا باينه والديكور ديالها كيجي زوين. وغادي نكمل كل الحلوه ديال التمر ديالي ومن بعد غادي نديرها في السكر كلاصي، وبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. هذه هي حلوة التمر بطريقتي، يعني بطريقتي المبسطة عفوا، طريقة جد سهلة ومضمونة 100% وناجحة، والأهم أنها كتجي لذيذة بزاف وهشيشة. كتذوب في الفم، غير كديريها كتذوب في الفم، كتجي من أروع ما يكون. وكنتمنى أن الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة.